محتاج تجاوب على السؤال الأهم، وهو هل الكارير ده مناسب لشخصيتك وأسلوب حياتك ولا لأ؟ وده هياخدنا للنقطة التانية، وهي احتياج سوق العمل واللايف ستايل المناسبة لشخصيتك. احنا دلوقتي بنعيش في عصر ال AI، وتطور التكنولوجيا فيه بقى سريع جدا. من 10 سنين في وظائف كانت ملء السمع والبصر، ودلوقتي بدأت تتشبع أو تتلاشى، ووظائف تانية بدأت تظهر على الساحة. لازم تكون عينك على المستقبل وسوق العمل محتاج ايه. بس الاستثناء المهم، هل الكارير ده مناسب لشخصيتي ولا لا؟ وعشان اقرب لك الصورة اكتر، خليني اشارك معاك تجربتي الشخصية. انا لما خلصت الثانوية العامة كنت جايب مجموع 95%، وللأسف بالمجموع ده ملحقتش اي كلية طبية حكومي، والتنسيق جاب لي حاسبات ومعلومات وتمريض. في الوقت ده حاسبات كانت هي الترند، وكل الناس بترشحها لي وبيقولوا ده مستقبل سوق العمل والاي اي والفلوس. لكن لما اخدت فكرة عن المجال وجربته بنفسي، لقيت انه مش مناسب لشخصيتي واسلوب الحياة دي. فكرة انك تقعد قدام شاشة بالساعات وتحل باجز او تكتب كود، دي ما كانتش مناسبة ليا. فهنا كان في احتياج كبير لسوق العمل، ولكن ما كانتش مناسبة لشخصيتي ولا لاهتماماتي.